في هذا الفيديو غادي نحكي لكم على واحد الحدث خطير واقع دابا في اسبانيا. توتر كبير بين المغاربه والاسبان واتهامات خطيره وعنف كيستهدف الجاليه المغربيه. شنو واقع بالضبط؟ وشنو موقف الحكومه الاسبانيه والمغربيه من هادشي؟ خليكم معايا حتى الاخير الفيديو باش تعرفوا التفاصيل هاد الشيء اللي طاري. القصه بدات في مدينه طوري باتشيكو جنوب شرق اسبانيا. رجل اسباني كبير في السن واللي عنده 68 سنه تعرض لاعتداء عنيف. الشرطه قالت ان المعتدين ممكن يكونوا من اصل شمال افريقيا، قدروا يكونوا مغاربه. لكن هذا الحادث اللي ولد شراره باش يخرج اليمين المتطرف ويتهم الجاليه المغربيه كلها. المدينه ولات مشتعله، خرجت مظاهرات عنصريه ولا فهم شعارات كيقولوا فيها البعض فهمتوا المهاجرين، وحتى هجمات على المنازل ديال المغاربه القاصرين مهاجرين منهم. ناس من حزب فوكس اليميني استغلوا الحادث باش ينشروا الكراهيه، وهنا بدات الازمه تكبر. رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانتيز خرج ببلاغ كيقول ان العنف والعنصريه ما عنده حتى شي مكان في اسبانيا. القنصليه المغربيه في مورتيا دارت نداء رسمي كطلب فيه من السلطات الاسبانيه انها تحمي الجاليه المغربيه. وحتى اسقف كارتاخينا هو من كبار رجال الدين قال ان العنف ماشي هي الحل والحق يزيد غطين بله. وزعماء الجاليه المغربيه في اسبانيا خرجوا تهم تصريحات كيطلبوا فيها الهدوء. قالوا خاص الشباب المغاربه ما يتجروش وراء الاستفزازات وما يردوش بالعنف، حيت الهدف ديال اليمين المتطرف هو تشويه صوره المهاجرين المغاربه بالضبط او المهاجرين معنا. الشعار ديالهم دابا هو ردوا بلالنا ونحميو بعضنا البعض. اخوان، يكون هذا هو الاخر ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. واللي واقع دابا في ستوري باتشيكو ماشي غير مشكل صغير، اذا راه مؤشر خطير على الكراهيه، وكاين بعض الجهات خاصنا نكونوا واعيين ومتحدين ونواجهوا هذا الشيء بالعقل والوعي. خلي الصوت المغاربه في اسبانيا يوصل، ولكن بلا عنف. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وما تنساوش ديروا لنا لايك والسبسكرايب. شكرا.